فيلم الحارة او الافلام اللي طالع جديد. المسلسلات والافلام دائما ما بتكون مرايه للبلد اللي طلعت منها. يعني مثلا لو اقول لك بلد يكثر فيها اسم جاسم، من تقول؟ الكويت. ليه؟ من المسلسلات الكويتيه. مكبوس دياي منو؟ كويت. ليه؟ من المسلسلات الكويتيه. هشك بشك من وين؟ لا عالق، عرفت ان احنا في مصر. ليش؟ لانه احنا حضرناها على الشاشات المصريه. من وين ضرب الممنوعات والقصص هذه في الاعراس؟ على الشاشه المصريه. ومر علينا وقت النسوان لو ترميهم في نص تركيا ما بيضيعوا. ليه؟ من المسلسلات التركيه. وخصيصا مسلسل نور مهند كان صورته على الحزان. مش مشكله. المسلسلات والافلام السوريه نجحت في الكوكب كله وعلى مدار سنوات، يعني استلموا الشاشه سنين. اسوأ مسبه سمعناه وش هي؟ لما ام عصام قالت لابو عصام فشرت، وصارت كارثه وطلاقات وابو شهاب تدخل وقصه. نيجي للي بصير عندنا، مسبات بتستحي تسمعها في الشارع. هسه هي موجوده اوكي، بس انه يعني غلط تتعمم على الشاشه، غلط تصير ثقافه مجتمع، والناس تاخذ عنا فكره انه احنا بنسب على بعض في الشارع. هيك يا اخي ما بزبط. والشغله الثانيه اللي وضحها هذا الفيلم وهي نكبه اكبر من اللي قبليها، انه الاردن بلد بلا امن وبلا صحه وبلا حياه وغابه، يعني اللي بيجي باكل الثاني. وهذا انعكاسه جدا خطير. يعني انا مثلا لو اني مشاهد من برا الاردن واخذت هذه الصوره عن هذا البلد ما بجيكم. ليه؟ لانه بقول يا اخي يطعم ويتاخذ قروشي وانقتل وازعل على الورق. لا يا اخي وش جايبنا عليه؟ برا بطش على بلد ثاني. الفيلم تصور في شرق عمان. هل من المعقول انه هذا الكلام يعمم على اهالي شرق عمان كلهم؟ انهم فارضي اتاوت وانه عندهم الوضع سبهله ليه؟ هم 5 6 بلطجيه وكل سنه بيجوا الامن بهودوا عرقابهم تشبوهم مبهدلين صحتهم، يعني مش هالنفوذ العالي تبعهم. غلط يتعمم الكلام على الكل. والمكان اللي تصور فيه الفيلم اهله استنكروا وقالوا يا عمي هذا الكلام احنا ما بيمثلنا ولا بصير عندنا. نيجي ليكو اللي بصير انهي الافلام. هسه انا زلمه بهمني القروش، ما بهمني لا سمعه البلد ولا سمعه عيال البلد وفخار يكسر بعضه. بروح بجيب لي ممثلين 2 قويين هيك مرتبين متكتكين بدفع لهم مبلغ، والوجوه الباقيه بجيبهم جديده وبسوي هذا الفيلم وتطعيم على ودنه في الفيلم. مشان ويش؟ الفيلم يطلع ترند والناس تبلش تدور عليه وتحضره. على فكره هذا الفيلم ليه سنه مصور ونكشوه هسه مشان الناس تبلش تدور عليه وتنشره. يعني لا قوه عمل ولا قوه تمثيل وانما قوه تطعيم. لهيك بتلاقي الاسماء العريقه في الدراما الاردنيه المحافظه ما لها مكان حاليا. ووديع هو سيد الشاشه هسه. اللي حاب يدافع عن هيك افلام لا تناقشني ولا توجع راسي ولا وتوجع راسك، حل عني. روح افتح الفيلم هذا قدام خواتك وامك وبناتك وتعللوا عليه. احنا ناس بنتقي الله. سلام تسلمكم. يلا سلام. إيجو بلس الأردن.